اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ونهجه إلى يوم الدين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا ربنا كما جمعتنا في هذا المجلس فاجمعنا في جنتك وعلى حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ حسان سلامي المجد كروم، حياك الله بين إخوانك وفي بلدك وبين أهلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك، ونرحب بكم جميعا. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا مجلس خير وبركة نجتمع فيه على الكلمة الطيبة، على الدعوة إلى الخير، فنحن أمة الخير كما وصفنا الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. نعم، أمة الخير، وخاصة على أبواب شهر رمضان المبارك، ونحن نستقبل هذا الشهر، شهر الخير، شهر البركات، شهر يتنزل فيه الخير والرحمة واستجابة الدعاء ومغفرة الذنوب. إنه الخير، هذا الدين هو دين الخير، وهذه الأمة أمة الخير. ندعو إلى الخير ونفعل الخير، ونترك في هذه الحياة أثرا بفعل الخيرات، بفعل العبادات الصالحة، بالتقرب إلى الله جل وعلا بما يحب من أعمال الخير، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فتعالوا بنا نبدأ اجتماعنا هذا بآيات من كتاب الله يتلوها عن الأخ محمد معاري، فلتفضل مشكور. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ونفعنا والله وإياكم بالقرآن الكريم. أيها الإخوة، نحن مع هذه الحملة المباركة، حملة أنت الخير، فحتى الآن هذه المحاضرة الخامسة في قريتنا. بسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا دوما نجتمع على الخير وعلى ذكر الله جل وعلا وعلى التذكير بالله وتقريب القلوب من خالقها. فتعالوا بنا نكون مع شيخنا الفاضل الشيخ حسان
سلامي فليتفضل مشكورا. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عزة إلا بالتذلل لعبادته، ولا نور ولا هدى إلا بالاستهداء بنوره سبحانه، الملك الديان الذي كان ولا مكان ولا زمان ولا دهر ولا وقت ولا أوان، شهد لنفسه بالربوبية ولصفاته بالأزلية ولذاته بالأحدية، ليس بوالد كما دعت النصارى حاشاه، ولا مولود، ولا لبقائه أجل معدود، ولا يده مغلولة كما قالت يهود، جل جلاله وعم نواله وتقدست أسماؤه وصفاته. والصلاة والسلام الأتمين الأكملين على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وأصحابه الشرفاء وآله النجبى، ومن بآثاره اقتدى واهتدى واكتفى. وبعد، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لابد من معذرة تسبق ما أقول. أعتذر لشيخي الشيخ أحمد على تطفلي وتقدمي مكانه. الأصل أن أستمع أنا لكلامه وأن أنهل أنا من علمه ومن لطيف إشاراته، لكن ليكن اختبار. وبعد، يروى في الأثر أيها الإخوة أن نبي الله إبراهيم كان يرعى بالغنم. قال: وإذ هو يرعى بالغنم إذ سمع مناديا يقول بصوت جميل من الأعلى يقول: يا الله. قال: فشد هذا الصوت إبراهيم وأرعى سمعه وأدنى له أذنه ونظر حوله من أين مصدر الصوت، فقال: أو تعيد علي ما قلت؟ فقال: بحقها يا إبراهيم. فإذ به ملكا من ملائكة الله ينادي بالصوت الجميل ويقول ما يقول. فأراد سيدنا إبراهيم أن يسمعها مرة أخرى، فقال: أو تعيدها علي؟ فقال: بحقها يا إبراهيم. فقال: أعطيك بضع ما معي من الغنم. قال: فأعادها الملك بأحلى وأجلى وأعذب مما كانت الأولى عليه، فقال: يا الله. وهنا أطرق إبراهيم سمعه مرة أخرى، وهنا تعلل قلب إبراهيم بالكلام الذي سمعه وأراد أن يسمعه مرة أخرى وأخرى. قال: أو تعيد علي ما قلت؟ فقال: بحقها يا إبراهيم. فقال: أعطيك نصف ما معي من الغنم. قال: فأعاد الملك بصوت أجل وأندى وأحلى مما كان في الأول والثاني، فقال: يا الله. وهنا الذي سمع قلب إبراهيم لا أذنه، والذي أطرق قلب إبراهيم لا سمعه. هنا أصبح إبراهيم لا يدري من الكلمات إلا يا الله، ولا يعرف من قواميس اللغة التي حوت الكلمات إلا يا الله، ولا يدري من جماليات وقع رنين الصوت إلا يا الله. أراد إبراهيم أن تصبح هذه الكلمة مردة كل حين وكل وقت على سمعه حتى يتشنف بها قلبه قبل سمعه. فقال: أو تعيدها مرة أخرى؟ فقال: بحقها يا إبراهيم. قال: أعطيك كل ما معي من الغنم. قال: فأعادها الملك بأحلى وأجلى وأندى وأغلى مما كانت عليه السابقات، وقال: يا الله.
وهنا تغشى إبراهيم قلبه يا الله، وأصبح مكان الدفق والنبض يقول قلبه يا الله، ويلهج لسانه يا الله، ويسير الدم في عروقه يا الله، تتجلى كل ملامحه بلفظ يا الله. ولو أن إبراهيم بأعضائه كانت تنطق غير لسانه لقالت كلها يا الله. فقال إبراهيم: أو تعيدها علي مرة أخرى؟ نفذ منه الغنم. قال: وأرعى لك الغنم. بعد أن نفذ من إبراهيم الغنم قال: أو تعيدها علي مرة أخرى وأرعى أنا لك الغنم. إبراهيم عليه السلام حتى يسمع كلمة يا الله أنفق كل الذي معه من مال، وأنفق كل ما معه من ملك، وأنفق كل ما معه من قوت يؤويه ويقيته. هل أنتم مستعدون لتسمعوا كلام الله؟ قل يا الله. أنا لا أريد منكم أن تنفقوا أموالكم، أريد أن تنفقوا أسماعكم وأنظاركم وقلوبكم. تعالوا في هذه الساعة، ساعة قليلة، تعالوا في هذه الساعة نكون حقا مع الله. كم من مجالس الآن في هذه الساعة، مجالس غيبة، مجالس نميمة، مجالس طعن في الأعراض، مجالس إفساد في الأرض، مجالس حديث فيما لا فائدة منه ولا منفع. فتعالوا في هذه الساعة أو في هذه الدقائق القليلة نكون مع الله ولله وفي الله ومن أجل الله. يقول الرب جل وعلا في كتابه بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. من القائل؟ القائل الرب جل وعلا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هل يتفكر الناس ما هي وظيفتنا في هذه الدنيا؟ لماذا أوجدنا الله على هذه البسيطة؟ ما هو مغزى وجودنا وكياننا في هذه الدنيا؟ يقول علماء العقيدة: أسئلة 10 تداهم الإنسان منذ صغره إلى أن يكبر ولا تفنى معه إلى أن يموت. قال منها: لماذا أنا موجود؟ ولماذا خلقت؟ ولماذا أنا على هذه الدنيا؟ حتى الطفل الصغير يسأل هذا السؤال. هل معنا إجابة لنجيب بها الطفل الصغير ثم نجيب أنفسنا؟ انظر إلى كلام الله جل وعلا. يقول الله: إني جاعل في الأرض خليفة. يقول علماء اللغة قالوا الجعل أخص من غيره في هذا المقام. يعني الله عز وجل اختار من بين الكلمات قال إني جاعل في الأرض خليفة. يعني ما قال الله عز وجل إني خلقت لكم بشرا وسيكون هو في خليفتي في الأرض، أو قالها بسياق آخر قال إني جاعل في الأرض خليفة. ما هو السر وراء كلمة جاعل؟ يقول أهل اللغة: الجعل هو إضافة من صفات الموصوف من صفات الواصف إلى الموصوف، أي أن الله ميزك بأمور تختلف فيها عن خلقه الآخرين. يعني الله عز وجل خص الإنسان بخصائص لا توجد في غيره من المخلوقات. أعطاك عقلا متفكرا وعقلا يبحث في حقائق الأشياء ويقبل ويرفض، وهذا ليس متواجدا عند غيرك. فكيف نهمل العقل؟ انظر كيف يهمل البشر العقل. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خلق الله الخلق بأصناف 3. الخلق 3 أصناف. قال: صنف بعقل دون شهوة، أي صنف بعقل
دون شهوة يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الجماعة اللي ورا شايفيني ولا كيف؟ أوقف؟ يلا. لا هيك. قال خلق الله الخلق بأصناف ثلاثة. قال فصنف بعقل دون شهوة وهم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال وصنف بشهوة دون عقل وهم مين؟ وهم الحيوانات أجلكم الله. قال وصنف بعقل وشهوة وهم مين؟ هم بنو آدم البشر الإنسان. قال فإذا ارتقى الإنسان بعقله على شهوته كان أرقى من الملائكة، وإذا انحط بشهوته عن عقله كان أدنى من الحيوانات وأحط. تخيل من بيننا من الناس من هو أحط من الحيوانات أجلكم الله، الذي لا يعبد الله، الذي يسمع آيات الله ويعرض عنها، الذي يرى كل يوم في هذه الدنيا قصص وعبر ومواعظ وأمور تروى له ويعرض عنها. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من آية لا تستوقف هؤلاء الناس. كيف نكون أناسا عاقلين متدبرين ممتثلين لأمر الله منتهين عما نهى الله؟ اسمعوا إلى رواية حقيقية حصلت في إحدى الدول الأوروبية. جاء رجل قال وخط خطا في الشارع، قال ووقف، قال ثم أتى آخر فقال له يعني شو بتساوي هون؟ قال له هون بستنوا بالدور. قال له بستنوا بالدور؟ شو الدورة؟ قال بعرفش بس بستنوا بالدور. قال فوقف خلفه. ثم جاء آخر سأله شو السيرة ووقف خلفه. ثم وقف آخر وآخر وآخر حال حتى أصبحوا 50. ما حداش بيعرف شو بيستنى ولا ليش واقف ولا شو بيستناه. قال ثم بعد وقت لما أصبحوا هيك عدد قال مشى، قال فمشوا خلفه. قال عمل حركة معينة فعملوا الحركة نفسه. قال مشوا أرخى رأسه، قال فأرخوا رؤوسهم. قال ثم مشى بهم مسافة حتى وصلوا إلى مكان كان في شريط، قطع الشريط وبدأوا يرقصوا. قال ثم سألوا من كان في هذه التجربة، قالوا لي انتوا ليش وقفتوا؟ قالوا ما بنعرف. قال طب ليش عملتوا يعني قلدتوا؟ قالوا كمان ما بنعرف. كم من أفعال وأعمال بيعملوها البشر وما بيعرفوا ليش بيعملوها. هل تعلم لماذا الله خلقك ولماذا أوجدك في هذه الأرض وما هي وظيفتك؟ أتخيل أن المسلمين هم أكثر ناس بيقدروا يجاوبوا بوضوح. ليش؟ الله عز وجل بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أوجدك الله لعبادته، أوجدك الله في هذه الدنيا لتعبده، لتقيم حدوده، لتكون عبدا من عباده ممتثلا لأمره منتهٍ عما نهى. كيف نكون؟ الآن نعلم. يقول الرب جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله. تعلمون أيها الإخوة من بيننا ومن حولنا أناس لا يقولون ربي الله. يقول أحدهم ربي المال، يقول أحدهم ربي الشهوة،
إن لم ينطقها بلسان فمه ينطقها بلسان حاله ومقاله. يقول ربي الشخوص، يقول ربي الشهرة، يقول ربي هواي. هذا ليس بالغريب وليس بالعجيب، من بيننا من يقول هذا بلسان مقاله وحاله. انظر ماذا يقول الله: إن الذين قالوا ربنا الله، تلك الكلمة التي أنفق إبراهيم من أجلها جل ما يملك. هل أنت مستعد لتنفق من أجلها بعض ما تملك؟ اسمعوا قصة عن شخص ليس بعربي. وأنا أدرس أيام التعليم، كان هناك شاب تايلاندي اسمه بشير. هذا الشاب بالكاد يكاد يتقن العربية ويلحن فيها، لكنه كان من أنشط ومن أكثر مجتهدين من طلبة الشريعة. كان يأتي إلى المكتبة مذ أن تفتح ويبقى فيها حتى تغلق، وكان دائما يمسك دفترا يسجل عليه كل كلمة ومعلومة وملحوظة يتعلمها كل يوم. مرة سألته: بشير، لماذا أنت هنا؟ فاستغرب واستهجن من السؤال. قال: لماذا تسألني هذا السؤال؟ قلت: يعني أميزك عن كل الطلبة بجد واجتهاد، فما هو السر خلف ذلك؟ فقال: أنا أسكن بين أناس لا يعبدون الله. قال: يعبدون تماثيل بوذا، يعبدون أبقار، يعبدون قرود، يعبدون فئران. قال: وأنا وثلة صغيرة من المسلمين نسكن هذا الحي. قال: في داخلي دائما أقول: ماذا أفعل لأغير هذا الواقع؟ ماذا أفعل لأساهم في نشر دين الله؟ انظر، غير العربي أو غير الذي له بيئة غير داعمة يفكر كيف ينصر الإسلام أكثر منا. قال: كيف أغير هذا الواقع؟ قال: فكنت أقول لابد أن أذهب إلى دولة عربية وأتعلم العلم الشرعي وآتي أنشر هذا الدين بين الناس. قال: لكني دائما أتلكأ، أضع صعوبات. قال: فدائما يموت هذا الحافز فيه. قال: حتى جاءني صديق وقال لي قبل أن يأتي إلى بيتي: الليلة سآتي إليك يا بشير وسأقول لك كلمة واحدة، بعدها ستنطلق للدراسة في الأردن. فقال له: تعال، إذا من وراك بده يجي الخير، تعال. قال: فجاء وقال له: يا بشير، إن لم تكن أنت فمن؟ وإن لم يكن الآن فمتى؟ إذا ما كنتش أنت اللي بدك تنصر الدين وتعمل خير وتنشر الخير بين الناس، مين بده ينشره؟ وإذا لم يكن الآن متى؟ يعني ليس للتيئيس ولا للتحبيط ولا للتثبيط. إحنا الأمة الآن تعرف وضعها، ومجتمعاتنا الآن تعرف وضعها، وإحنا كثير لورا حتى مع الصحوة والقوة الموجودة، لكن بعد يجب إعداد أكثر. فإن لم يكن الآن متى؟ وإن لم يكن كل شخص بيننا فمن؟ من إذن؟ أنت الشخص اللي جيت من بيتك وعدت حتى تسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الدين والإيمان. إذا لم تكن أنت المغير في مجتمعك، في أسرتك، في بيتك، من سيكون؟ سيد قطب رحمه الله يقول: إن كلماتنا، هذه الكلمات التي نرددها، احنا نقول احنا مسلمين وإسلام ونعبد الله ونحج بيت الله ونعمل الخير، إن كلماتنا ستبقى ميتة. هذه الكلمات اللي بنحكيها بظل ميتة هامدة، هذه الشعارات اللي بنطلقها بظل محلها. قال: إن كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامد، سنين عديدة لا حراك فيها جامد. قال: حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء. إذا منموت في سبيل أن نعمر البلد، في سبيل أن نعمر الخير،
في سبيل أن نطبق قول الله فينا والذي خلقكم واستعمركم فيها. الله عز وجل استعمرك في هذه الأرض ليش؟ قال لينظر كيف تعملون. قال إن كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامد حتى إذا متنا من أجلها انعشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حي والأحياء لا يتبنون من الأموات. كل كلمة عاشت، كل مبدأ عاش، كل منطق عاش، كل راية ارتفعت كانت قد أكلت قبلها كبدا حرا وقلبا نابض. فالمبادئ والآيات آيات الله حتى تعلو في أرضه وحتى تطبق في أرضه لابد أن تكون أنفسنا وأرواحنا رخيصة لأجلها. اسمعوا معي إلى قصة من أعجب وأعذب ما قرأت. عبد الله بن حذافة السهمي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. هذا الصحابي في خلافة عمر أسر بيد الروم. قال فلما أسر نادى هرقل اجلبوا لي أخص أصحاب محمد، يعني جيبوا لي واحد من هيك الجماعة المرتبين اللي متعلم من محمد صلى الله عليه وسلم ومتغذي منه منيح وينقل صورة بالضبط عنه. أنا عم بعطيكم نموذج من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هاي دلالة الآية الآن نشوفها باقي القصة. قال فجابوا له عبد الله بن حذافة السهمي فعرض عليه المزاودات. قال له أتتنصر وتذهب حرا طليقا؟ قال لا والله. مش زي اليوم بالحقش يهدد، خلاص احنا معك على بدك اياه. مش بقولوا من اول كاف؟ اليوم فيش حاجة للكاف. قال أتتنصر لقاء حريتك وتذهب طليقا إلى بيتك؟ قال لا والله لا أبدل ديني. فزاد العرض. قال أتتنصر وتأخذ معك يعني رفقة ممن أسروا معك؟ قال لا والله. كان معه 300 من أسار المسلمين. فبعد ذلك شاف إنه هذا الأمر ما أفلح معه، فجاب له امتحان صغير أو امتحان كبير. قال أدخلوا عليه أجمل امرأة رومية علها تفتنه. قال فأدخلوا عليه أجمل فتاة عندهم عارية. قال فما إن أبصر شبحا، يعني شبح إنسان أو خيال إنسان، وعرف أنها امرأة، قال حتى وضع يده على عينيه فأصبح لا يبصر ما أمامه. قال فجاءت إليه فهمت به لكنه ما هم بها، صلابة العقيدة قوة الإيمان. قال فلما رأته يعني لا يأتي إليها، قال أتت إليه. قال فهرب منها. قال فلحقته. قال فهرب. قال فما زالت تلحقه ويهرب منها. قال حتى أنهكها التعب. قال فخرجت. قال فلما خرجت قالت مقولة رائعة جدا. قالوا لها شو صار؟ قالت والله ما أدري أبشر هذا أم حجر أم عرفني أنثى أنا أم ذكر. انظر لصلابة العقيدة، يعني حتى ما التفت للفتنة. احنا اليوم في واقعنا نتعرض للفتن. بيمشي الفتنة بتيجي لعند، احنا بنروح لعندها، احنا بنروح لعند المعصية. إذا أردت أن تكون أنت الخير فابتعد عن المعاصي، فابتعد عن أماكنها، فابتعد عن محيطها، عن بيئتها، لا تقربها. قال فأخبروا هرقل الروم فقال هنجيبوا ما نفعش هذا الغرض، نعرض عليه شيء آخر. قال يا هذا أعطيك نصف ملكي وتبدل دينك؟ قال لا والله. اليوم أعطيني 50,000 شيكل نكمل عمار هالولد ونروح نحج وخلص نسوي لك اللي بدك إياه. لكن صلابة عقيدة عبد الله بن حذافة السهمي الذي قال ربي الله ثم استقام حقيقة عليها، رفض المزاودات ورفض الإغراءات، فقال لا والله.
فقال عندما نفع أسلوب الإغراءات والتعزيزات لجأ هرقل إلى إيش؟ للتعذيب. يظنون أن الروح يقع عليها ما يقع على الجسد. لا والله، إن الروح إذا سمت فالجسد هذا يعني شيء يفنى ويعود إلى التراب، لكن الروح دوما معلقة في السماء ومحلقة إلى رياض رب العالمين. فقال اغلوا لي الزيت. قال فغلوا قدرا كبيرا من زيت. قال ورموا فيه 3 من المسلمين ممن كانوا مع عبد الله بن حذافة السهمي. قال فطفت عظامهم على الزيت بعد أن سال وانسلخ لحمهم. قال والآن ارموا عبد الله بن حذافة السهمي في هذا القدر. قال فلما مشوا به إلى القدر بكى عبد الله بن حذافة السهمي. فظن هرقل أنه خاف أو أنه ارتدع أو أنه بهذا التهديد سيعود ويتنصر، فقال أعيدوه. فقال هرقل ها خفت؟ تريد أن تتنصر؟ لماذا بكيت؟ قال لا والله ما خفت وما أردت أن أبدل ديني. قال لكني وددت أن يكون لي غير هذه النفس 100 نفس تموت واحدة تلو الأخرى في سبيل الله. هذا عبد الله بن حذافة السهمي بشر مثلنا مثله، ما خرج عن طور الإنسانية، لكن قلبه كان يحلق بالسماء بينما أرجله تدب على الأرض. هكذا كان أصحاب محمد بعقيدة صلبة يقولون ربي الله ويستقيمون على أمر الله. قال فلما شاف صلابة العقيدة هرقل قال خلص اذهب أنت ومن معك طلقاء أحرار، لكن بشرط، يعني بدوش يطلع بسواد وجهي قدام حشيته. قال قبل رأسي. قال وأنت ومن معك من المسلمين تعودون إلى دياركم. قال فقبل رأسه. قال ثم ذهبوا إلى المدينة، فكان صار واصل الخبر إنه إيش؟ إن عبد الله قبل رأس ذاك الكافر. قال فالناس ابتعدوا، ما عجبهم الوضع. فمن أنقذ الموقف؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي وأنا أبدأ به. فقبلوا رأس عبد الله بن حذافة السهمي، قبله عمر. قال وتبعه الناس متواترين يقبلون رأسه. هذا نموذج ممن قال ربي الله ثم استقام. لماذا عنوان الحمل انت الخير؟ حتى تقول ربي الله ثم تستقيم على أمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا بتقدم خير وبتعمل خير، الله عز وجل يحجب عنك ميتة السوء، ويحجب عنك عوارض السوء، ويحجب عنك كل ما هو شر لك وكل ما هو سيء. اسمعوا معي إلى قصتين. القصة الأولى تحدث عن إنسان كان يفعل الخير. هذا الرجل من الكويت، رجل كان ذا مال، موسرا غنيا. بعد معنا وقت لا، اللهم صل على سيدنا محمد. فكان موسرا غنيا، وكان عنده من النوق الكثير. قال فاختار أبهى وأقوى وأجود ناقة عنده. قال وأهداها لجاره الفقير الذي له من البنات الكثير حتى تعيله. قال فكان الرجل يحلبها ويستفيد منها ويحمل عليها الحمول، وأفرجت عنه، وكان بعلاقة طيبة مع جاره. في تلك المنطقة نحن نتكلم عن ناس يعيشون في صحراء بدو، يعني كانوا يذهبون كل فترة عندما يصير جفاف. عشان الحجاج هنا الكبار بيعرفوا شيء اسمه الدحول. الدحول هي شيء في الأرض زي نفق في الأرض،
بينزلوا فيه تحت بيكون فيه مي، فكانوا يذهبون إلى هذه الدحول يستخرجون منها الماء في أيام الجفاف. قال فذهب هذا الرجل مع أبنائه الثلاثة، الرجل الغني الموسر. قال ذهبوا ونزل الرجل إلى الدحل، قال واستنوا ساعة، ساعتين، 3، فيش صوت، صاروا ينادوا عليه ما حدا هو. قال فظنوا أنه يعني أصابه مكروه أو مات. قال فما يعني أحد منهم دخل إلى الدحل حتى لا يهلك هو أيضا. قال ورجعوا إلى بيتهم وسلموا أمرهم لله على أن أباهم قد توفي. شو أول شغلة يفكروا فيها الجماعة؟ نقسم الورثة. قال فحضروا واقتسموا الميراث. قالوا بقي إيش؟ الناقة، مع أنه الناقة أبوه تصدق فيها وأوهبها للرجل، لكن الطمع سبحان الله يغلب طبع الإنسان. قال فأرادوا الناقة فذهبوا إلى الرجل فقال لهم يعني هذه الناقة أبوك تصدق فيه عليها، تصدق علي فيها، فما بينفع أنا أرجع لكم إياها، هذه أصبحت ملكي، هذه هبة أبوكم. الراجع في هبته شيخ كالكلب أيوة الراجع في قيء، فما بينفع ترجع في الهبة. قال فما قبله فأعطاهن الناقة وقال حسبي الله ونعم الوكيل. قال ثم سألهم أين أضعتم أبوكم؟ فقالوا في المنطقة الفلانية. قال فذهب الرجل في اليوم الثاني، وكان قد قضى الرجل يعني مدة 3 أيام في الدحل لا يدري عنه أحد. قال فذهب ونظر في الدحل ونزل إلى الدحل. قال فوجد الرجل صاحيا فكلمه يا رجل شو صار فيك؟ شو عملت؟ قال يوم أن نزلت تعثرت بحجر فوقعت فأغمي علي. قال واستفقت بعد أيام فوجدت شيئا من ماء. قال فشربت. قال ولكن حدث معي أمر عجيب. قال لكنه توقف اليوم. فقال ما هو؟ قال مدة 3 أيام اللي قضيتها في الدحل، قال 3 أيام وأنا في وقت محدد من اليوم كان يأتيني، قال في الخفاء لا أرى، قال لكنه يأتي يقرب إلى فمي، قال كأس من لبن، قال فأشرب حتى أرتوي، قال ولا أدري من أين يأتيني. قال وهذا اليوم انقطع. قال سبحان الله. الرجل الآخر قال هذه 3 أيام هي الأيام التي كنت أحلب فيها الناقة وأسقي بناتي، وهذا اليوم هو اليوم الذي أخذ أولادك فيه تلك الناقة التي كانت تقيتني وتقيت عائلتي، وجئت أنا أبحث عنك وها أنا وجدتك وأولادك قد أخذوا الناقة. انظر كيف أن صنائع المعروف تقي إيش؟ مصارع السوء. هذا الإنسان كان أن يهلك، لكن صدقته نجته، لكن علاقته بالله نجته. قصة أخرى على النقيض الآخر بعنوان رصاصة طائشة يحدثها الشيخ محمد راتب النابلسي. يقول في الساعة 8 صباحا في دمشق كان هناك شجار. قال فأطل رجل برأسه يرى ما الخبر. قال فإذا إطلاق نار يصيب رقبته فإيش؟ فيشل هذا الرجل شلل كامل. قال فجاء واحد على درس الشيخ محمد راتب النابلسي، الشيخ عم بحدثين عن إيش؟ عن عدل الله وكرم الله ورحمة الله. فجاء له رجل هيك حميان، قل له يا شيخ انت بتحدثنا عن عدل الله وعن قضاء الله وعن شوف عدل الله شو عمل. رجل ما خصوش مسكين بتطلع شو فيه، بالعكس يهمه أمر المسلمين، بده يطلع شو فيه. قال تصيبه رصاصة تشله شللا كاملا وهو رجل خرج ليطلب الرزق. قال فقال له الشيخ محمد
أنا أعلم يقينا أن الله عادل، وأعلم وأظن يعني أن هذا الرجل خلفه حكاية لا أدري عنها أنا ولا أنت، يدريها الله. قال سبحان الله بعد 20 يوم أتى رجل من أقارب الرجل فقال: يا شيخ محمد بدي أحدثك قصة. تذكر الرجل اللي أصابته رصاصة طائشة؟ قال: فشلت حركته؟ قال: نعم. قال: هذا فيه له قصة. قال: شو قصته؟ قال: قصته إنه هذا الرجل كان يعيل يتامى. قال: فلما كبروا في السن رفض أن يعطيهم المال، رفض يعطيهم حقهم من المال. كان لهم نفقة معينة وبقي لهم رصيد من المال كبير، كان قد أمنه أبوهم على هذا المال. قال: فرفض أن يعطيهم المال. وانت راحوا عنده الساعة 8 بالليل. قال: فقالوا له، فرفض أن يعطيهم المال، فذهبوا إلى مين؟ إلى قاضي من قضاة الشام، الشيخ حسن خطاب، ولعله حي إلى يومنا هذا، من كبار علماء الشام. قال: فأخبروه. فماذا قال؟ قال: هذا لا يحتاج إلى قاض في الأرض، إنما يحتاج إلى قاض في السماء، هو أعدل ما يكون. قال: فاشكوا أمركم وبثوه إلى الذي لا يضيع عنده حق. قال: فشكوا أمرهم إلى الله، فكان في 8 صباحا رصاصة قدر أصابت ذاك الرجل فشلت حركته كما أوقف المال عن مستحقه. فسبحان الذي لا يضيع عنده شيء ولا يضيع عنده حق، سبحان الله. هذا نموذج من قصتين: قصة إن فعلت الخير كيف تجزى به وكيف يعود إليك، وقصة إن فعلت الشر كيف يرتد إليك ولو بعد حين. أليس الله عز وجل يمهل ولا يهمل؟ أليس الله عز وجل على كل شيء قدير؟ فالله عز وجل يمتحننا بامتحانات، يعرضنا لفتن، يعرضنا لمواقف، فإما أن نكون فيها أهل خير وإما أن نكون فيها أهل شر وسوء. قدم رجل إلى الإمام الغزالي رحمه الله، الإمام الغزالي القديم صاحب الإحياء. قال: فهذا الرجل من الناس اللي بيسألوا هيك أسئلة فقط يعني للتعنت، مش أسئلة للاستفسار والفهم. وكما أصبحنا أمة تبحث عن الأسئلة التي لا طائل منها ولا مفاد منها. أصبحنا أمة بس إيش؟ تخيلوش في اليوم هاي المشايخ كمان هون يخبروكم كم واحد بتصل: شيخ حلمت حلمي بدي تفسر لي إياها. شو هالأم اللي عايشة على الأحلام؟ في واقع يجب أن تعمل له، في واقع ينتظرك أن تكون مشاركا فيه، في دمعة لطفل تستناك أنه أنت تخفيها، في امرأة أرملة تحتاج أنت أن تطيب خاطرها بصدقة أو بزيارة لأهلها، في ناس متقاتلين متشاحنين بيحتاجوا منك هيك كلمة تقرب بين القلوب، في إنسان بعيد عن الله وعن دين الله يحتاج أنه بس أنت توقف معاه وتقول له كلمتين. والله أنا يعني كنت أستصعب أني أوقف حدا وأحكي معه، قول هذا لسه بده يحكي لي كلمة ولا يزيد لي كلمة ولا مالي ومال هالهم. ففكرت إنه الناس يعني كنت ماخذ نظرة، أنا بقولكم يعني وسامحوني مسبقا، أنه الناس أصعب مما نتخيل. لا، الناس أسهل بذلك من كثير. وترى الشاب هذا اللي بيكون حاطط سنسال وعامل أبو شوك وبنطلون ساحل وحالي بتبقى يعني بعيد بتعطيه نظرة أنت شو؟ أعوذ بالله أستغفر الله. لا والله، روح حدثه وروح حكيه، بتشوفش قديش ابتسامته تعلى وجهك، بتشوفش قديش بحب الدين وبحب الناس اللي بيتكلموا عن الدين، بتشوفش قديش بيحترمك. تخيلوا بالأراجيل بيتصلوا جيبونا شيخ، فالناس فيها خير، الناس في عندها هون بذرة تحتاج أن تنميها. ابتسامتك دعوة إلى الله، تعرفش تتحدث ابتسم. النبي صلى الله عليه وسلم شو بقول؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. أخي بس امشي بين الناس وابتسم، وري مردودة هذه الابتسامة.
قلنا قدم رجل إلى الإمام الغزالي بيسأله: يا إمام، أنت تقول بحديث النبي أن الله يستوي على عرشه وأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. قال: كيف هذا؟ شوف، لما نبتعد في الأسئلة ونبتعد في الأمور التي لا تهمنا كثيرا وليست هي الدين وليس هي المعمول فيها، كيف لما نبتعد عنها، كيف لما نروح على هاي الأسئلة ونتجه لها، كيف نضيع في التفكير. قال: كيف هذا؟ فأجابه الإمام الغزالي بأبيات شعر جميلة جدا رد فيها عليه إيش؟ أنه حط تفكيرك في سياق آخر. واسمعوا معي إلى الأبيات. يقول: قل لمن يفهم عني ما أقول، أقصر القول فذا شرح يطول. قل لمن يفهم عني ما أقول، أقصر